مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلامة يا رب. في الفيديو بقى النهاردة ده انا عايزك تركز جامد جدا جدا وتجيب كوباية القهوة وكوباية الشاي جنبك وورقة وقلم، عشان انا مقدم لك فيديو جامع لك فيه كل الجنيهات التذكارية المتداولة اللي تمت من سنة 2015 حتى وقتنا هذا. هتقول لي طب ايه يا عم محمد، ايه الكلام عليه؟ هقول لك ان العملات دي في منها النادر جدا ممكن بأسعار توصل ل27,000 جنيه 30,000 جنيه، ومنها اللي بيتباع بالخرطوشة. تمام، يعني ممكن القطعة فيه ما تساويش اكتر من 60 جنيه ولا حاجة. تمام، فانا عايزك تركز معايا جدا جدا في الفيديو ده، لان الفيديو ده مهم جدا، وعشان ناس كتير لما انا ما بجيبش العملات اللي هي مش نادرة او مش غالية بتفضل تسأل عليها وتفتكر ان ليها سعر. ولذلك انا جمعت لك العملات دي كلها الجنيهات التذكارية بس، مش الانصاص هخليها في فيديو تاني. جمعت لك كل الجنيهات التذكارية المتداولة، سواء النادر منها او سواء العادي منها، في فيديو واحد. بس مش عايزك تمل من مثلا من تكرار المعلومات. ليه بقى؟ ايه هو تكرار المعلومات؟ لان انت هتلاقي كل الاوزان واحدة، كل القطر واحد، نفس المعادن، نفس كل شيء. اللي هيفرق بقى هنا الندرة في وجود العملة دي، والندرة دي هي اللي هتحقق لك ارباح عالية جدا. انت متخيل ان انت ممكن بعملة واحدة او جنيه واحد بس تعمل فلوس قد كده؟ وممكن تنزل مثلا تلاقي حد مثلا بيدولك في السوبر ماركت، اي حد يدولك وانت في المترو في المواصلات. انت متخيل؟ لكن احنا عندنا هنا متوفر نقدر نحصل عليه بسهولة، لكن بره هم عارفين قيمته وعارفين ان هو نادر قد ايه. ولذلك انا جاي انوهك وانورك. عايز برضو تاخد بالاسعار بتاعتي؟ اوكي. عايز برضو في تسعير تاني انت بتحبه او انت التجار عارفهم؟ عادي، امشي على التاجر او على السعر اللي هو يرضيك انت، مش يرضي اي حد تاني. اوكي. بس خلونا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين بنصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا يا رب ربنا ينصرهم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول جنيه معانا النهارده يا جماعه الجنيه بتاع قناه السويس، وده يعتبر يعني انا شايف ان هو اول جنيه تذكاري متداول يطرح للتداول عادي ما بين الناس، مش للهواة. اوكي. اول جنيه قناة السويس اللي هو سنة 2015، إصداره سنة 2015 وانتهى الإصدار بتاعه برضه في نفس السنة. تمام. اللهم صل بينا على النبي. الوزن بتاعه 8.5 جرام، القطر بتاعه 25 ملي متر، السماكة بتاعته 2.5 متر. اتنين ونص ملي متر، انا اسف يا جماعة، 2.5 ملي متر. كمية السك بتاعته كام يا عم محمد؟ 40 مليون قطعة. 40 مليون قطعة. بس ركز لي برضو في السعر، سعر الأنصر بتاعه غالي، مع ان في 40 مليون قطعة ديت لما هنعدي ونشوف الجنيهات التانية ال40 مليون قطعة أسعارهم عاملة ايه، هتعرف ان انا بقولك ان ده غالي شوية. تمام. سعر الأنصر، الحالة الأنصر خارجة من البنك للقطعة الواحدة بتساوي مثلا من 160 جنيه مثلا، أو 140 جنيه، أو 130 جنيه. تمام، على حسب الأسعار اللي موجودة في السوق. بس أنا قلتلك أنا بجيب من الأسعار الإيباي، لأن بيتم عليها مزايدات، وده أهم شيء عندنا أصلا. أهم شيء عندنا إحنا مثلا كجميع عملات مثلا وبنبيع ونتاجر في العملات، أهم شيء عندنا المزايدات. المزايدات هي اللي بتكشف العملة ندرتها ومرغوب فيها ولا لأ. تمام. ب160 جنيه بما يوازي 3 وربع دولار، 3 وربع دولار يعني 3.25 سنت دولار. تمام. فأنا هقولك سعر الدولار عشان احنا عارفين الدولار مثلا طالع نازل فوق تحت، هو اللي بيعمل اختلاف في الأسعار دي. وسعر القطعة العادية منها ب98 جنيه، يعني بما يوازي ال2 دولار. تمام. وخلي بالك ان سعر الدولار ممكن يكون مثلا عشان هو مرتفع في مصر، فتلاقي سعر العملة تضخم معاك جدا. فاهمين قصدي؟ المهم يعني نخش بقى على تاني عملة، ودي انا عارف ان هيبقى عليها كلام، بس انا جايب لك صورة العملة وحاططها لك في الفيديو وهتشوفها بعينيك، عشان خاطر في ناس كتير بتكدبني بتقول لي مثلا مفيش جنيه قناة السويس سنة 2011. لا، هقول لك يا فندم اتفضل اهو الجنيه قدامك مطبوع عليه سنة 2011. سواء بقى خطأ في السك او سواء السك عهد اي رئيس تاني، عشان برضو ما نجيبش لنفسنا مصايب. فاهمين قصدي؟ اي حاجة، سواء العملة دي خطأ في السك أو طباعتها غلط، فاحنا ملناش دعوة، بس العملة موجودة ومع ناس معينة، والعملة دي غالية جدا بسبب بس إصدار سنة 2011 وانتهى الإصدار في سنة 2011 برضه. نفس كل حاجة، الوزن بتاعها 8.5 جرام، القطر بتاعها 25 ملي متر. بس هنا السماكة بتاعتها تفرق. هتقولي من امتى وانت كنت بتقول السماكة أصلا بتاعت العملة يا محمد؟ هقولك لأن هنا مختلفة.
يعني فوق كانت اللي هي الجنيه قناة السويس كان السماكة بتاعته 2.5 مليمتر. لا، سنة 2011 اسمع السمكة 2.6 من 10 مليمتر. هتقول لي يا راجل يعني هو ال1 من 10 ده اللي فرق؟ اقول لك اه، ال1 من 10 ده يفرق جدا. ده خطأ يعني كبير في السك، او هم كانوا محددينه كده وان هو ينزل على الشكل ده. فاهمين قصدي؟ فالاختلاف كبير. ان انت طبعت لي دلوقتي من 2015 40 مليون قطعة من العملة ديت، بس انت عندك عملة تانية شبهها بالملي وهي هياها وبتوثق نفس الحدث التاريخي بتاع قناة السويس. فاهمين قصدي؟ بس مختلفة خالص. تمام. وطبعا كمية السك غير معروفة، محدش يعرف عنها اي حاجة. لكن الاسعار اللي نازلة ليها، سعر الانصر ليها ب27,000 جنيه، بما يوازي 550 دولار. وعمال أأكد على فكرة سعر الدولار ممكن يختلف معاك في ثانية. تلاقي مثلا ممكن سعر العملة ال27,000 دي لو نزل يبقى ب20,000 18,000، ممكن لو طلع يبقى ب30,000 35,000. بس أنا بقولها عشان خاطر الناس المصريين مثلا متقعدش ايه تحول من الدولار وتفضل تشوف الدولار. بس أنا بقولك تقريبا. تمام. سعر القطعة الأنصر الواحدة 27,000 جنيه، بما يوازي 550 دولار. وسعر الحالة العادية بما يوازي 17,000 جنيه، يعني 350 دولار. تمام. وطبعا ديت لو في منها حالة رديئة هتتباع برضو، بس ممكن تتباع مثلا في فكرة 200 دولار 180 دولار، يعني هيبقى سعرها واقع خالص. تمام. بس هو احنا مش لاقي يعني مش لاقيين حاجة. فاهم؟ بقى على تالت عملة يا جماعة معانا النهاردة، وهي الجنيه بتاع العاصمة مصر، بتاع عاصمة مصر. تمام. وده برضو جنيه إصدار سنة 2019 وانتهى إصداره سنة 2019. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر بتاعه 25 مليمتر، وسماكة العملة دي 2.6 من 10 مليمتر. يعني ده مختلف جدا عن العملة بتاعت قناة السويس، ولذلك أنا قلت لك إن هي ليها سعر خاص بيها على عكس بقية العملات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ليه بقى؟ لأن مثلا عندك الجنيه بتاع العاصمة مصر ده زي ما انا قلت لك نفس الوزن 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، السماكة مختلفة 2.6 من 10 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 40 مليون قطعة، زيها زي الايه قناة السويس. بس شوف بقى السعر هنا. السعر هنا بيتكلم في 60 جنيه، يعني بما يعادل يعني 21 سنت. يعني $1.20، يعني زي 20 قرش عندنا بس 20 سنت. فاهمين قصدي؟ وده بيتباع بالخرطوش يا جماعة، بتبقى عبارة عن 25 قطعة. ما بيتباعش مفرط، بيتباع الخرطوشة خارجة من البنك، وهو لو انت عايز تبيعه لازم تبيعه على الحالة دي. يعني ما تجيبليش جنيه كده مثلا عاصمة مصر وتقولي انا عايز ابيع الجنيه ده، مش هيجيب لك حاجة. بتوهم نفسك. عشان خاطر انا بشوف ايهام كتير على اليوتيوب، وناس منزله كتير فيديوهات بتتكلم عن الجنيه ده، او الجنيه ليه قيمه. لا، الجنيه يا جماعه ممكن يتباع لو حد عايز ياخد خرطوشه، بيبيع له خرطوشه كامله. بتبيع الخرطوشة كاملة، بس بتحسب ان القطعة الواحدة ب60 جنيه. طبعا فاهمين قصدي؟ لان انت هتبيعها خارج مصر، مش هتبيعها داخل مصر. انت لو داخل مصر انت اساسا العملة ملهاش اي قيمة. يعتبر انا شايف ان هي ملهاش اي قيمة. تمام. نخش برضو على رابع عملة معانا النهاردة. هتقولي طب ما هم ملهمش اي حاجة، يعني ملهمش اي فلوس ولا اي حاجة. بتقولهم ليه؟ بقولهم عشان خاطر الناس متقعدش تكتب مثلا في الكومنتات ولا اي حاجة، او تتوهم بالناس اللي بتعمل فيديوهات تانية. انا عايز اعرفكم النادر من العملات العادية اللي ملهاش ممكن اي قيمة. فاهمين قصدي؟ نخش بقى على الجنيه بتاع مدينة العلمين الجديدة. إصدار سنة 2019، انتهى إصدارها سنة 2019. الوزن 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، السماكة 2.6 من 10 مليمتر. وده برضو هو كتالوج مش جايب اللهم صل بينا على النبي كمية السك، بس متأكد مليار في المية ان هي 40 مليون قطعة. لان في يعني زي ما تقول كده ايه مواقع تانية بتنزل كمية السك، بس طالما هو مش الكتالوج المعتمد فانا ما بعتمدش كلامه. بس احتمال كبير 40 مليون قطعة. ليه؟ لان نفس الاسعار برضو ونفس كل حاجة، وبيتباع بنفس الكمية وبنفس كل حاجة ب60 جنيه. مقابل يعني القطعة الواحدة داخل الخرطوشة بتتباع خرطوشة برضو. اوكي يا جماعة. نخش بقى يا جماعة على خامس عملة معانا النهاردة، وهي عملة الجنيه اللي هو بتاعت محطات توليد الطاقة. إصدار سنة 2019، انتهى الإصدار برضو سنة 2019. معمول من مادة برضو أنا نسيت أقولها كلها عبارة عن إيه. هي كلها عبارة عن حديد ونيكل. تمام يا جماعة.
حديد ونيكل، حديد ونيكل، ما فيش اكتر من كده. سيبك بقى من اللي هو نسبة مثلا مش عارف ايه الحديد قد ايه وبتاع، مش هتفرق كتير يعني، فاهمين قصدي؟ لان انت مش هتروح تحللها في معمل، انت ممكن تكشف العملة دي سليمة ولا مش سليمة. طبعا لو عملة نادرة مش هتصرف عليها، هتكشف على الوزن، هتشوف القطر قد ايه، السماكة بتاعتها قد ايه. فانا بقولك كل الكلام ده في الفيديو، يعني مش مهم التركيب عامل قد ايه. تمام. زي ما احنا قلنا القطر بتاعها 25 مليمتر، السماكة 2.6 من 10 مليمتر، كمية السك المعروفة 40 مليون قطعة. ودي برضو زيها زي اللي قبلها، زيها زي الجنيهات العادية اللي قبلها. هتقولي طب امال فين النادر؟ هقولك النادر جاي، بس انا ماشي بالترتيب التواريخ والاصدار، فاهمين قصدي؟ مش عايز اللي هو اجيب مثلا النادر اجمعه لوحده واقوله لك، ومش عارف العادي، لا انا همشي بتاريخ الاصدار عشان ما لخبطش انا نفسي واقول لك العملة مرتين في الفيديو ولا حاجة. المهم يعني ده بيتباع برضو ب60 جنيه برضو القطعة الواحدة داخل الخرطوشة، أو بما يوازي دولار. بما يوازي دولار. هتقولي الجنيه بيساوي دولار بحاله؟ ده في الأحلام ده، لأ. انت بتبيع دلوقتي حاجة تذكارية، تمام، وهتصرف عليها. هتصرف عليها ازاي؟ هتصرف شحن للعملة لحد ما توصل للمكان. اي نعم الشحن مش هياخد مثلا في الخمسة، انت مثلا وليكن هي مثلا خرطوش 25، فانت هتبيع الجنيه الواحد على $1 ب25 دولار. لا ده انت هتتكلف مثلا فلوس شحن، تدفع مثلا بتاع $10، فانت كسبان $15. تقول لي ما حلو برضه، اقول لك ماشي، ما حلو، بس لو تعرف انت تعمل الكلام ده، فمن قصدي فعلا. عشان كده انا بقول لك نصيحة مني، ابعد من ان انت تبيعها مثلا على المواقع، حاول تبيع للتجار المصريين هتفرق. بس بيع النادر، هما بيشتروا النادر وهما بيبيعوه. تمام. المهم يعني خلينا عشان الفيديو ما يطولش معانا، نخش بقى على الجنيه بتاع القناطر الاسيوط الجديدة، اصدار سنة 2019 وانتهى الاصدار بتاعه سنة 2019. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.6 من 10 مليمتر، وكمية السك برضو عبارة عن 40 مليون قطعة، يعني برضو بيتباع بالخرطوش. القطعة الواحدة ب60 جنيه، عشان لو حد بيجري الفيديو وحب يعرف العملة بتاعته، ب60 جنيه بما يعادل 21 سنت. المهم بقى نخش على الجنيه اللي بعده، الجنيه بتاع حقل زهر الغاز، إصدار سنة 2019 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2019. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.6 من 10 مليمتر، وكمية السك المعروفة بتاعته 40 مليون قطعة، برضو بيتباع بالخرطوش. انا هحاول انجز اللي ايه العملات دي واقولك اللي بيتباع بالخرطوش ده، يبقى ارجع اعرف السعر بتاعه. تمام. نخش بقى على الجنيه بتاع الريف المصري. تمام. جنيه الريف المصري ده سنة 2019 وانتهى إصداره سنة 2019، ونفس الوزن 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة 2.6 من 10 مليمتر، وكمية السكر 40 مليون قطعة، وبيتباع برضه بالخرطوش. الجنيه اللي بعديه يا جماعة الجنيه بتاع الشبكة القومية للطرق، إصدار سنة 2019 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2019. الوزن برضو نفس الوزن 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكته 2.6 من 10 مليمتر، كمية السك المعروفة 40 مليون قطعة، بيتباع برضو بالخرطوش. الجنيه اللي بعديه ده يا جماعة الجنيه اللي هو الطاقة الشمسية. تمام. إصدار سنة 2019 وانتهى الإصدار سنة 2019، والوزن 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، وسماكة 2.6 من 10 مليمتر، وكمية السك برضو 40 مليون قطعة. هتقولي طب يعني انت جايب دول ليه كده؟ اقولك عشان في ناس بتنزلهم، والله يا جماعة بتنزلهم ان هم ليهم اسعار غالية، انا مش عارف ازاي، انا هتجنن. بس يعني انا ماليش دعوة بحد طبعا، انا مش هشهر بقناة معينة او اي حاجة، عشان انا مثلا مرضاش برضو الكلام ده للناس. اي نعم هو ممكن يكون بيكذب، بس انا ماليش دعوة. انت فاهم قصدي؟ انا اخش اوجه الناس والناس المتابعين بتوعي، والله يا جماعة الاسعار العملات دي ملهاش اسعار، فاهمين قصدي؟ بس هو ده المغزى من الفيديو، ان انا اوضح لك النادر من العادي. هو كده كده في نادر، في ده لسه في حاجات جايه كتير نادره، بس انا عشان انا ماشي بالترتيب السنين والاصدار مش اكتر. المهم يا جماعه نخش على الجنيه بتاع 80 سنه تضامن بتاع التضامن، يعني اصدار سنه 2019. تمام. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، وسمكته 2.6 من 10 مليمتر. هقولك ده بقى يا باشا نادر. هتقولي ليه ما انت مقلتش كمية السكة يا عم محمد عشان نعرف النادر ولا مش نادر؟ هقولك ما هي الفكرة هنا، الفكرة هنا ان هو مش نازل له قرار رسمي بكميات السك،
والله يا باشا الناس اللي بتجتهد وبتقول كلام من عندها 10 مليون 30 مليون 40 مليون العدد القطع يعني، وبيجتهدوا من عندهم، ده شيء كويس من عندكم انتوا. بس انا طالما مفيش حاجة رسمية في ايدي، او الموقع اللي هو العالمي اللي انا بجيب منه كتالوج دوت ولا بجيب منه، مفيش مثلا معلومة، انا مش هاجي اقولها لك، انا مش هاجي يعني اضحك عليك. تمام؟ ده بس بيتباع بالقطعة الواحدة بسبب فكرة، بس فكرة بس يعني. ممكن يكون هو اساسا مصدر منه 40 مليون قطعة، بس محدش معلن عنه في كام قطعة. فانا اكيد يعني مش هروح اعد كل القطع اللي نزلت السوق، انت فاهمين قصدي؟ فهي بقى الحالة ديت هي برضو بتحدد سعر العملة. المهم السعر بقى للقطعة الواحدة، مش خرطوشة زي اللي فاتوا دول. سعر القطعة الواحدة ب560 جنيه مصري، القطعة الواحدة، بما يوازي 11 دولار و45 سنت، يعني نقول 11 دولار ونص. تمام؟ عشان برضو اختلاف الدولار. ب560 جنيه مصري و11 جنيه ونص، و11 ونص دولار. تمام؟ ده سعر اللي هو الجنيه بتاع التضامن. نخش بقى على الجنيه اللي بعديه، جنيه 69 عام بتاع الشرطة، وده اللي انا قلت عليه في قنواتي اللي فاتت ومن سنين فاتت. الجنيه ده هيبقى ليه سعر في المستقبل، والناس كده بدأت يعني اللي هو ايه، والله كان بيتريقوا عليا في التعليقات. النهاردة يا باشا خلينا برضو نشرح العملة الأول. جنيه 69 عام، إصدار سنة 2021 ويصدر سنة 25/1. ها؟ المهم يعني الوزن بتاعه 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، السمكة بتاعته 2.5 مليمتر. حد لاحظ حاجة يعني؟ العملات اللي فاتت كان كل العملات التذكارية بتنزل 2.6 مليمتر، الجنيه ده نزل السماكة بتاعته 2.5 مليمتر. تقول لي يا عم محمد ده 1/10، اقولك والله العظيم بيفرق، والله العظيم بيفرق. تمام؟ كمية السك بتاعته 3 مليون قطعة فقط، 3 مليون قطعة فقط على عدد المصريين المهول ده، 100 مليون مصري. فشوف كام عملة وصلت وكام عملة باظت وكام عملة الناس خربتها وبوظتها. شوف انت هيوصل لك ايه. انت فاهمين قصدي؟ انا مبقتش يعني مش معايا غير 3 جنيه اللي هو ال69 عام شرطة، لان في اعياد شرطة تانية لسه هنجيلها قدام. مفيش معايا غير بتاع 2 جنيه 3 جنيه من عيد الشرطة ده. تمام؟ المهم يا سيدي في 3 مليون قطعة بس. السعر الأنصر بتاعه ب1470 جنيه، بما يوازي 30 دولار، بما يوازي 30 دولار. أنا كنت بنزله عندي أول ما نزل وكان لسه نازل، والناس مثلا اللي عارفة قيمته بتاخده بتشتريه. أول لما صدر قرار رسمي من دار السك إن هم سكوا كام قطعة منه، الناس كلها كانت بتشتريه بأسعار قليلة جدا. شوف سعره النهاردة عامل كام؟ 1470 جنيه. تمام؟ ب30 دولار. وسعر الحالة العادية منه طبعا انت هتحاول تنزل منه 5 دولار كحد اقصى، يعني مثلا هتتكلم مثلا في 25 او 20 دولار. اوكي؟ المهم يعني نخش على العملة اللي بعد كده. الجنيه بتاع الفرق مصر الطبية أيام الكورونا وكده، إصدار سنة 2021 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2021. الوزن 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، السماكة 2.5 مليمتر. دخلنا في سمكة تانية بعيدا عن بقية العملات التذكارية والنهج اللي هما كانوا واخدينه. تمام؟ 2.5 مليمتر. كميات السك المعروفة 10 مليون قطعة، 10 مليون قطعة، ولذلك سعر القطعة الواحدة منه ب685 جنيه، بما يوازي 14 دولار. نخش بقى على العملة اللي بعد كده. وطبعا الحالة العادية قلت لك تنزل مثلا 5 دولار ولا حاجة. نخش على الجنيه بتاع حياة كريمة، إصدار سنة 2021 وانتهى إصداره سنة 2021 برضو. الوزن 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، السماكة 2.5 مليمتر. كمية السك بتاعته 10 مليون قطعة، وبرضه هو نفس سعر الفرق مصر الطبية ب685 جنيه، بما يوازي 14 دولار. نخش بقى على العملة اللي جاية معانا. العملة اللي بعد كده بقى الجنيه ده برضو جنيه انا نوهت عنه اول ما نزل، وبرضو كانت الناس مش مصدقة. جنيه بتاع موكب المومياوات الملكية، وبتكلم عليه دايما في كل الفيديوهات ومحدش واخد باله منه اصلا. وما زالت الناس برضو اروح مثلا افك حاجه من السوبر ماركت او اركب المواصلات الاقي الناس بتدوني ومحدش عارف حاجه. ليه بقى محدش عارف حاجه؟ ده اصدار سنه 2021 يا جماعه، وانتهى اصداره سنه 2021. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر. سمكته ارجع كده، ارجع بص، السمكه رجعت تاني زي ما هي، 2.6 مليمتر.
انا عارف يعني الارقام ديت بالنسبه لكم مش ملهاش اي قيمه، بس انا بقول لك في اختلافات بتحصل على حسب الحدث وعلى حسب الحاجه. في اتنين باتنين وستة من عشرة مليمتر، انت فكرك هما بيطبعوا او بيسكوا هوائيا كده يعني من دماغهم كده؟ لا، في حاجات باتنين وستة من عشرة مليمتر. اللي قبليه زي فرقة مصر الطبية او سواعد شرطة او سواعد حاجة كريمة كان اتنين ونص مليمتر. اوكي. كمية السك المعروفة عن موكب المومياوات مليون قطعة، ما تخليش حد يضحك عليك. طالما يا باشا الموقع الرسمي مديني مليون قطعة فهو مليون قطعة. اي حد يقولك لا ده في 3 مليون قطعة، في 10 مليون قطعة، انا ما بعتمدش الناس دي. هو مليون قطعة بس، لحد ما الناس مثلا تنزل تقولك لا ده في قرار جديد صدر فاحنا هنغير كميات السك. تمام. المهم يا عم محمد، ده بكام؟ جنيه موكب الموبايلات ده بكام؟ ب3675 جنيه للقطعة الواحدة. عشان محدش يضحك عليك، ده مفيش منه غير مليون قطعة. فاحتمالية ان انت تجمع حبة منهم تكاد تكون مستحيلة. ليه بقى؟ لان المليون قطعة متوزعين كلهم على حسب يعني البنك المركزي وزع المليون قطعة ازاي في مصر. اكيد طبعا القاهره والجيزه واسكندريه والمحافظات الكبيره ليهم يعتبر النصيب الاكبر، بس الفكره انت هتلاقي كام عمله. انت فاهم قصدي؟ الندره كبيره جدا، مفيش الا مليون قطعه بس اتسكت. انت فاهمين قصدي؟ ولذلك سعرها وصل عادي ل 3675 جنيه، واتوقع انه لسه هيغلى تاني على حسب تقدم الزمن طبعا، وربنا لو ادانا عمر. انا بقول لك انا ان شاء الله متوقع هيغلى تاني. انا اللي شايفه ان انا لو معايا جنيه مثلا من موكب المومياوات انا هسيبه دلوقتي. انا ما اعرفش قدام فيه ايه، بس انا هسيبه دلوقتي. انت فاهمين قصدي؟ انا لسه العملة مصدرة سنة 2021 وانا في 2024، ما عنديش الا 3 سنين وسعرها وصل للحالة دي. يبقى في حاجة. فاهمين قصدي؟ يبقى في حاجة. لا، انا اسيب بقى العملة على جنب. العملة دي بعد 10 20 سنة الله اعلم هنكون عايشين ولا لا، بس انا بقول لك هتجيب سعر عالي والناس هتفضل تدور عليها وتشتريها بأسعار غالية جدا، أسعار مهولة. المهم يعني سعرها ب3675 جنيه، ويعني بما يعادل 75 دولار. ركزوا في سعر الدولار واكتبوه معاكم في الورقة. وسعر الحالة العادية انت ممكن برضو تبيعها مثلا على 60 دولار ولا حاجة. الأنسر زي ما انا قلت عشان لو حد غريب بيتفرج على مثلا على الفيديو مش بيتابع عملات، الأنسر ديت حالة البنك. الحالة العادية دي الحالة اللي انت بتلاقيها بتاخدها من السوبر ماركت، من المطاعم، من أي حتة. فاهمين قصدي؟ المهم يعني نخش على العملة اللي بعد كده. الجنيه بتاع 90 عام بتاع مصر للطيران، 90 سنة مصر للطيران. ده إصدار سنة 2022. إصدار سنة 2022 وانتهى إصداره سنة 2022. الوزن بتاعه 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.6 من 10 مليمتر. كمية السك بتاعته 10 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر 980 جنيه، بما يوازي 20 دولار. دي الحاجات بقى النادرة. احنا داخلين في حاجات كده يعتبر ايه، حاجات حلوة كده، فركزوا معايا جدا في الفيديو من هنا بقى. عملة مصر الطيران ديت بسعر الأنصة 980 جنيه، يعني عبارة عن 1000 جنيه، بما يوازي 20 دولار للقطعة الواحدة. ليه هتقولي ليه؟ كمية السك وهقولك نادرة. 10 مليون قطعة فقط. تمام. نخش على العملة اللي بعد كده اللي هي الجنيه بتاع 150 سنة، بتاع اللي هو القراءة أو الكتاب دوت يعني. المهم اللهم صل بينا على النبي. إصدار سنة 2022 وانتهى الإصدار سنة 2022 برضو. الوزن 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، السماكة بتاعته 2.6 من 10 مليمتر. كمية السك المعروفة بتاعته عبارة عن 10 مليون قطعة، برضو زي مصر الطيران، بس سعره مختلف وعلى حسب برضو العرض والطلب. انا حابب العملة دي اشتريها، لا العملة دي فاهمين قصدي، على حسب العرض والطلب. المهم يعني ده سعره ب440 جنيه، بما يوازي 9 دولار. عشان كده انا بقولك على حسب العرض والطلب. وانا مش هاجي مثلا اقولك ده انا قلت فوق ب20 دولار فانا هخليها لك لنفسي وهي هياها. فاهم؟ لا، انا زي ما انا بلاقي والمزايدات تمت والاسعار حصلت قدامي وتم البيع، انا باجي اقولك السعر كام. ب9 دولار، يعني 440 جنيه مصري، وعلى حسب سعر الدولار في اليوم. نخش بقى يا جماعة على العملة اللي بعد كده اللي هو الجنيه بتاع مجلس الدولة، اللي هو إصدار سنة 2021 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2021. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر بتاعه 25 مليمتر، السماكة 2.5 مليمتر. وهنا السماكة اختلفت برضو عن العملة اللي قبلها.
بسعر كام يا عم محمد؟ بسعر للأنصر 3920 جنيه، يعني قول 4000 جنيه، بما يوازي 80 دولار. هتقول لي 4000 جنيه، اقول لك الجنيه ده تبع اللي هو اليوبيل الماسي وكده، يعني بالنسبه للتذكارات بتاعته وكده. والجنيه ده مش مصدور له اللي هو زي مثلا كم قطعه اتسكت منه، لا مفيش اي خبر عن كم قطعه اتسكت من الجنيه ده. ولذلك سعره في السوق عالي، وسعره في السوق مطلوب جدا، والجنيه ده مطلوب جدا سواء بره مصر او جوه مصر. تمام. فسعر الانسر بتاعه 3920 جنيه يعني او 4000 جنيه، بما يعادل 80 دولار. تمام. والسعر العادي منه برضو زي ما انا قلت لكم في اللي قبله، يعني حاول تنزل برضو اللي هو اخرج 20 دولار، 15 دولار، يعني 25 دولار لما تيجي على نفسك. وحاول دايما، حاول دايما اللي هو تسعر بالدولار، ما تسعرش بالجنيه المصري، مالكش دعوه بالجنيه المصري، سعر بالدولار عشان خاطر تعرف تكسب من العمله. تمام. نخش بقى على العملة اللي بعد يعني بعد ما الجنيه مجلس الدولة ده، العملة بقى بتاعت عيد الشرطة ال70 عام. تمام. دي اصدار سنة 2022، وانتهى الاصدار بتاعها في سنة 2022 برضو. الوزن 8.5 جرام، القطر 25 مليمتر، السماكة 2.5 مليمتر. وبرضو ملهاش اللهم صل بينا على النبي كمية سك. لكن بقى الناس اللي هي بتقول يعني هي زيها زي اللي قبلها 3 مليون قطعة اللي هي بتاعت 69 عام، لا. يعني انا بقول لك طالما مش نازل لها زي اللي هو نظام سك، اللي هو يعني قصدي اللهم صل بينا على النبي من دار السك معلومة رسمية كم قطعة اتسكت، فانت ما تعتمدش اي كلام. تمام. دي بسعر للأنصر 1320 جنيه للقطعة الواحدة، بواقع 27 دولار. ودي اعلى مزايدة انا جبتها من على الموقع. كان في ناس تانية منزلة العملة ديت ولسه ما جابتش بتاع 10 دولار، ولا الناس زايدت عليها كتير، ما كانش فيها الا 2 ولا حاجة. لا ديت اتزايد عليها، ودي اعلى مزايدة انا جبتها لك. انا بجيب لك اعلى سعر تم يعني المزايدة عليه. اوكي. ب27 دولار، يعني 1320 جنيه او 1300 جنيه. تمام. وقلت لك احسبها بالدولار، ما تحسبهاش بالمصري خالص. نخش بقى على العملة اللي بعد كده. هتقولي انت بتتكلم بسرعة وما بتشرحش العملة، اقول لك عشان في عملات كتير لسه، يعني انت فاهم قصدي. بس على قد ما اقدر، انا عارف ان الفيديو طول جدا معاكم، بس على قد ما اقدر والله، يعني انا بحاول ايه الم العملات كلها. نخش بقى على الجنيه بتاع طريق الكباش، وده ناس كتير بتسألني عليه. ده يا معلم اصدار سنة 2022، وانتهى الاصدار بتاعه سنة 2022 برضو. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.6 مليمتر. هتقول لي كام اصدار؟ اقول لك في ناس بتتكلم في 5 مليون، وفي ناس بتقول لك 10 مليون قطعة، عشان في ناس كتير لقيته متوفر في السوق. تمام. فانا بقول لك برضو هو مش معروض قدامي، يعني مش معلومة رسمية قدامي من الكتالوج كام قطعة. بس انا بقول لك اللي يعني اللي بيدار، يعني كام قطعة. الناس بتقول 5 مليون، وفي ناس بتقول لك 10 مليون. تمام. المهم يا سيدي، ده سعره للقطعة الأنصر ب1470 جنيه، بما يوازي 30 دولار. ده أنا بقول لكم كل دي أسعار أنصر. تمام. عشان لو قلنا الأسعار العادية مش هنخلص في الفيديو ده، هنفضل ساعتين ولا حاجة فيه. تمام. والسعر قلت لك السعر اللي هي الحالة العادية اللي انت معاك، مش بتاعة البنك، دي بيتقلل في سعرها بتاع 10 دولار ولا حاجة. اوكي. المهم نخش على الجنيه اللي بعده، اللي هو الجنيه التضامن الاجتماعي، اللي هو جديد اصدار سنة 2022، وانتهى الاصدار بتاعه سنة 2022 برضو. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.5 مليمتر. وبرضو مفيش معلومة رسمية عن كمية السكة يا جماعة. تمام. ده بسعر كام للأنصر يا عم محمد؟ بسعر للأنصر ب1715 جنيه، بواقع 35 دولار. نخش بقى على الجنيه اللي بعديه. الجنيه بقى بتاع اللي هو برضو عيد الشرطة ال71 عام. انا هبقى اعمل فيديو تاني منفصل للعملات ديت، عشان خاطر برضو انا بتكلم بسرعة عشان اشرح لكم الدنيا ماشية ازاي. تمام. اللي هو الجنيه بتاع ال71 عام بتاع عيد الشرطة، اصدار سنة 2023، وانتهى اصداره سنة 2023. الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.5 مليمتر. تمام. وبرضه ملهوش اي معلومه رسميه، مش عارف من بعد سنه 2022 مش لاقي لهم اي معلومات رسميه في كميات السك. يعني في حاجات تلاقيها وفي حاجات كتير ما تلاقيهاش. تمام. بس انا والله يعني انا ببلغك باللي بلاقيه، انا مش عايز اطلع اضحك عليك. تمام. زي ما انا قلت جنيه عيد الشرطة ال71 عام دوت، الوزن بتاعه 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.5 مليمتر. بكام ده يا عم محمد؟ ده بسعر 880 جنيه، بواقع 22 دولار للقطعة الواحدة.
ده سعر الانصر، عمال انبه عشان لو حد جرى الفيديو. ده سعر الانصر مش الحالة العادية اللي معاك. في سعر انصر اللي هو بيبقى طالع من البنك، لو معاك ومحافظ عليه زي سعر زي حالة البنك، يبقى انت برضو تعتبر لسه في الحالة الانصر. اوكي، نخش بقى على الجنيه اللي هو الجديد، اللي هو بتاع نصر اكتوبر، 50 سنة على نصر اكتوبر المجيد، اللي هو اصدار 2023، اصدر في شهر 10 2023، وانتهى اصداره برضو في شهر 10 2023. تمام. الوزن 8.5 جرام، والقطر بتاعه 25 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.5 مليمتر. بكام يا عم محمد الجنيه اللي نازل جديد ده؟ لسه اهو يعني مكملناش السنة، يعني مدخلناش حتى شهر 10 2024، وسعر واصل في السوق ب560 جنيه، بما يوازي 11 دولار و40 سنت، يعني 11 دولار، يعني قول يا عم 11 دولار، يا عم قول 10 دولار. تمام. ولسه ما كملناش سنة، يعني معناه ان احنا متوجهين ان العملات التذكاريه اللي هي في عهدنا، وان احنا الحمد لله ربنا يعني يطول في عمرنا جميعا، معاصرينها بقى ليها فلوس وليها سعر ومطلوبه. وانا بحاول على قد ما اقدر انشر التوعيه عند الناس، محدش يضحك عليك او يلم العمله دي منك، او يشوف مثلا الجنيه ده معاك، والله العظيم ممكن يحصل عادي، يقولك انت عايز الجنيه ده، ممكن نبدله والله بيحصل، والله بيحصل. انا عن نفسي بشوف مثلا جنيه وحد مثلا مش عايزه، اقول له هات الجنيه ده انا هبدله، وانا عارف قيمته. فانا بحاول على قد ما اقدر انشر التوعية للناس. تمام. ده سعره هيرفع زيه زي موكب المومياوات، اديني حذرت واديني قلت اللي عايز يحوشه يبدأ يحوشه من دلوقتي. ب560 جنيه، بواقع 11 دولار و40 سنت. نخش بقى اخر عملة معانا النهاردة يا جماعة بقى، اللي هو الجنيه عيد الشرطة، اللي 72 عام، اصدار سنة 2024 اللي احنا فيها ديت، شهر 1 يوم 24. تمام. الوزن بتاعه 8، وانتهى الاصدار برضو في نفس اليوم في نفس السنة اهو. الوزن بتاعه 8.5 جرام، القطر بتاعه 25 مليمتر، السمكة بتاعته 2.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه هنا ظاهرينها 3 مليون قطعة فقط لا غير. وده بقى يخليني اصدق الشائعات شوية، بحيث ان كل العملات بتاعه عيد الشرطة ان هي ممكن تكون مسكوكة العدد ده بالظبط. وده هتفرق جدا. شوف انت هتجمع كام ذكرى وكام سنة. تمام. سعر الحالة الأنصر ب1225 جنيه، بواقع 25 دولار. وكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو. استنوا بقى الفيديو إن شاء الله اللي هو بتاع النص جنيه، برضو النص جنيه التذكاري، النادر منه والعادي منه. وما تفتكرش ان ممكن اللي هو اللي انا عملته العادي ده ما يكونش فيه نص جنيه نادر منه، لا، في نصاص نادرة، وفي نصاص مطلوبة جدا 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 في السوق. فانا برضو ايه يعني، انا والله تعبت جدا في الفيديو ده يا جماعة. فاللي وصل للمرحلة دي اصلا وسامع الختام بتاعي، يعني يعمل لايك رجاء، يعني يعمل لايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس لو هو لسه ضيف جديد عندنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.